والله ضحكتك بالدنيا يا عم الناس. من اول البطولة وكريستيانو ما بيقدمش اعلى مستوى بس بيحاول. وماتش النهارده باين إن رونالدو جازز وعمال يشوط فاول في التاني والتالت وفي فاول منهم. يعني الكرة جت في نص الجون بس رونالدو شاط صاروخ. بصراحة الواحد ما بيحاولش يضيع ولا ماتش البرتغال البطولة دي. احساس ان كل ماتش كريستيانو بيلعبه ممكن يكون اخر ماتش ليه في بطولة كبيرة. احساس صعب قوي. خصوصا لو انت واحد يعني بتحب رونالدو او بتحب الكورة عامة. والمشهد بتاع انكساره بعد ما ضيع ضربة الجزاء كان مشهد حزين بالنسبة لي بصراحة. الفكرة ان اوبلاك اصلا هو صحيح حارس كبير بس مبيعرفش يصد ضربات جزاء. وبصراحة ما كنتش متوقع ان كوستا الحارس هيطلع جامد كده. اعتقد ان هيحصل عليه خناقات في الصيف. وهتقابل فرنسا الماتش الجاي. فرنسا ما ظهرتش جامدة بس ما ظهرتش وحشة مش زي البرتغال. فرنسا لحد دلوقتي لعبت هولندا وبلجيكا والنمسا، على عكس البرتغال اللي ما لعبتش ولا منتخب كبير ومع ذلك ما ادتش مستوى حلو.